لازم تخلي بالك من الكاميرا ايموشن. ساعات واحنا بنتفرج على افلام بتحس ان انت مبسوط جدا او زعلان جدا ومتضايق جدا، وانت كشخص عادي مش عارف انت زعلت ليه او اتبسطت ليه. ده كله بسبب ان المخرج نقل لك احساس عن طريق الفريمنج في الشوت اللي هو مصوره لك، فحسسك بالاحساس دوت لا اراديا وانت مش واخد بالك. زي مثلا عندك الكاميرا ليفلز، لو انا باصص للشخص من فوق فكده ده بينقل لك احساس ان انت محتقر الشخص دوت او مستقل بيه زي المثال ده. ولو الكاميرا باصه للشخص من تحت فده بيدي احساس وايحاء بالتعظيم وان الشخص دوت كبير زي المثال ده. اما لو في نفس الاي ليفل بتاعه فانت بتحس انك في نفس مستواه. تاني حاجه لازم تاخد بالك منها وانت بتصور الكاميرا هورايزون. بشوف كتير ناس مصوره بالكاميرا وبتكون مايله يمين او شمال، والانسان بطبيعته بيميل للاستقرار، فلازم تخلي الصوره مستقره وتكون معدوله على خط الهورايزون. والهورايزون لاين او خط الافق هو خط وهمي بيكون مرسوم بيعبر على الليفلنج بتاع الكاميرا، ومنه بقدر اعرف اذا كان الشوت ده مظبوط او الكاميرا كانت مايله يمين او شمال. وده كمخرجين بنستخدمه في ان انا انقل لك احساس بعدم الاستقرار او اوترك واحسسك بقلق في الشوت ده. ومخرجين كتير استخدموه واشهرهم الفريد هيتشكوك، وعندنا في مصر محمد سامي استخدمه في مسلسل كلام على ورق. كان كل المسلسل متصور وهو معمول له داتش. فحاول تخلي بالك من الفريم بتاعك لان كل تفصيله صغيره فيه هتنقل احساس حتى لو في العقل الباطن بتاع المتلقي، وبتترجم لاشارات العقل بيستقبلها. عشان كده